أهلا بكم يا شباب في الدرس الرابع من سلسلة تعلم اللغة الإيطالية للمبتدئين في 30 يوم. أنا اسمي برام وأهلا بك في قناة إيطاليانو فاتشيلمنتي. يلا بينا نبدأ الدرس رقم 4 ليتسيوني نوميرو 4، ولكن هنعمل مراجعة سريعة على الدرس اللي فات ونبدأ في الدرس بتاع النهاردة على طول. يلا بينا. في الدرس اللي فات أخدنا حاجتين: كوزا تي بياتشي، بتحب ايه، او كوزا تي بياتشي فاري، او بتحب تعمل ايه. وده بنرد عليه بطريقتين، بنقول مي بياتشي، مي بياتشي وبحط الحاجة اللي انا بحبها، زي مي بياتشي فياجاري، مي بياتشي ستودياري. فياجاري يعني السفر، ستودياري يعني المذاكرة. اوكي. او ممكن ارد عليه واقول نون مي بياتشي، يعني انا مش بحب. هقول مي بياتشي فياجاري، أنا بحب السفر، ما نون مي بياتشي il traffico، أنا ولكن مش بحب الزحمة. وتاني سؤال أخدناه معانا وهو cosa vuoi fare، cosa vuoi fare، عايز تعمل ايه. وده برد عليه وأقول لو أنا عايز أعمل حاجة ده بقول voglio dormire، voglio mangiare، voglio dormire يعني أنا عايز أنام، voglio mangiare يعني أنا عايز أكل. أو ممكن أسألك وأقول لك cosa vuoi fare adesso، cosa vuoi fare adesso، adesso يعني دلوقتي، عايز تعمل إيه دلوقتي. هتقول لي voglio camminare، أنا عايز أتمشى شوية مثلا. وبكده نكون راجعنا على الدرس اللي فات. النهاردة ناخد سؤال مهم أو حاجة بنستخدمها عشان أسأل على حاجة معينة. لو عايز أقول إيه ده، إيه ده، أو إيه ده، هسأل عليهم إزاي. لو عايز أقول بقول cos'è questo، cos'è questo مع المذكر، وبقول cos'è questa مع المؤنث. أمثلة: عايز أقول cos'è questo، cos'è questo، ده إيه؟ فأنا هرد عليه وأقول questo è un bicchiere، questo è un bicchiere di acqua، ده كوباية مية، عشان بيكيري ده مذكر. طيب عايز أسأل على ده، هقول cos'è questa، cos'è questa، questa اللي هي القلم. هنا القلم في الإيطالي هو مؤنث مش مذكر، فأنا عايز أسأل عليه وأقول cos'è questa، فأنا أقول questa è una penna، questa è una penna، ده قلم. حاجة تاني هقول cos'è questo، cos'è questo، ده ايه. هقول questo è un libro، questo è un libro، ده كتاب. عايز اقول ايه تخيل معايا ان هنا في قهوة جوه، فانا عايز اقول cos'è questo، هقول questo è un caffè، questo è un caffè، ده واحد قهوة. طب عايز اقول حاجة تاني، ملناش دعوة بالقهوة بقى، دي اسمها ايه؟ دي اسمها تاتسا، تاتسا، تاتسا اللي هي فنجان. فانا عايز اقول cos'è questa، cos'è questa، questa فنجان في الإيطالية مؤنث عشان بينتهي بحرف الآ. هقول questa è una tazza، questa è una tazza. يبقى يا شباب عرفنا لو عايز أسأل على حاجة مذكرة بقول cos'è questo، لو عايز أسأل على حاجة مؤنثة بقول cos'è questa. واضح؟ واضح. أخدنا questo è un bicchiere، questo è un libro،
questo è un caffè. أو questa è una penna. questa è una tazza. ده قلم وده فنجان. تاني حاجة معانا أو تاني جزء معانا في الدرس الرابع، لو عايز أطلب حاجة أو لو عايز أقول أنا ينفع آخد كذا، هقولها إزاي بالإيطالي؟ لو مثلا عايز أقول أنا ممكن آخد قهوة، فهقولها إزاي؟ posso avere وأحط الحاجة اللي أنا عايزها وبعدين كلمة per favore. عايز أطلب مثلا واحد قهوة، ممكن أقول ciao posso avere un caffè per favore. posso avere un caffè per favore. ممكن أطلب واحد قهوة من فضلك، هيرد علي ويقول لي ecco a te. ecco a te. ecco a te يعني أهو تفضل، أو هو ليك أهو تفضل. طب ممكن أطلب حاجة تاني، posso avere un bicchiere di acqua per favore. posso avere un bicchiere di acqua per favore. ممكن أطلب كوباية مية بعد إذنك، هتقول لي ecco a te. ecco a te. طب أنا ممكن أسألك سؤال تاني، ممكن أقول لك posso avere questa tazza per favore. posso avere questa tazza per favore. أنا ممكن أخد الفنجان ده بعد إذنك، فأنت ممكن ترد عليا وتقول لي no non puoi avere questa tazza perché questa tazza è solo per me. هو رد عليا قال لي لأ، أنا مش هينفع تاخد الفنجان ده عشان الفنجان ده بتاعي أنا لوحدي أو حاجة مثلا خاصة. فأنت بتقول له لو أنت رحت البار وشربت واحد قهوة وقلت له posso avere questa tazza per favore، هو هيرد عليك ويقول لك non puoi avere questa tazza perché يعني علشان، non puoi يعني لا يمكنك، avere لا يمكنك الحصول على questa tazza على هذا الفنجان، perché علشان questa tazza هذا الفنجان è per me بتاعي. يا رب يكون واضح. وبكده يا شباب يكون الدرس بتاع النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتكتب في الكومنتات cos'è questo. cos'è questo. questo وانا هنا مش بتكلم على التاتسة، انا بتكلم على اللي جواها. وممكن اسألك واقول لك cos'è questa. cos'è questa. لو لسه فاكر اكتب لنا في الكومنتات، واستناني في حلقة جديدة بكرة. ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.